مساء الخير أحلى متابعين بكل الدنيا. أنا إلي زمان ما نزلت لكم شي، بعرف اتأخرت عليكم ولكن الظروف غصبا عني. اليوم عيد ميلاد بنوتاتي، تموا 25 سنة. حبيبات قلبي إن شاء الله كل عام وهن بألف خير. حبيت أعمل لهم كيكة الشوكولا، هن طلبوا مني هيك ويلا نبدأ مع بعض. ولو كنت أول مرة تفوتي على صفحتي تزوري قناتي ياريت تعملي لايك واشتراك وشكرا إلك. أنا معي هون العيارات، عندي 9 بيضات، وعندي 750 جرام من السبونج الجاهز. طبعا السبونج هو عبارة عن آه، آه، سبونج جاهز بالكاكاو، في منه بالفانيليا، بس أنا حبيت أعمل كيكة الشوكولا كاملة بكل تفاصيلها. تابعي الفيديو للأخير ورح تستفادي وما رح تفشل معك الكيكة أبدا أبدا بعد هيك. أنا هون محتاجة ل9 بيضات حطيتهم وبدي أخفقهم. ما رح أقول لك لا افصلي البياض عن الصفار ولا شي ولا كل هالقصص، بالعكس احنا رح نعمل اليوم كيكة كتير مبسطة ورح تنجح معاكي 100%. نحن بحاجة لبيض ولا نص كاسة مي، ولا 750 جرام من السبونج الجاهز اللي هو الخليط كامل متكامل، مو بحاجة لا فانيليا ولا بيكنج باودر ولا هالقصص هي أبدا. أنا هون استعملت بس سبونج المتحدة، بتلاقيه عند مستلزمات الحلواني، وإذا ما لقيتي فيه بالمول بيكون عليه مكتوب عليه كيك جاهز. تمام تمام. وعندي هون أنا كمان معلقة محسن كيك جل موجودة، هي كتير ضروري إنك تحطيها. أنا هلأ حأخفق البيض لحتى الخليط يختفي عندي اللون الأصفر، وإحصل على خليط هش لونه أبيض أو لونه كريمي، وهيك بكون دخلت أكبر كمية من الهواء للبيض لحتى تطلع معي الكيكة نافشة وتطلع معي ناجحة 100%. اتبعوا خطوات حبيباتي، مثل ما قلت لكم لا تنسوني من اللايك. هلأ بدي أضيف نص كاسة المي، كاسة من الحنفية عادي، مية من الحنفية، وضفت 750 جرام من السبونج الجاهز. تمام. وبعدين بدي أحط معلقة كبيرة من محسن الكيك الجل، وبدي أخفق الخليط كله لحتى أحصل على خليط متجانس. هلأ شوفوا كيف رح يعطيكم اللون الكيك الكاكاو. أنا قبل هيك عملت كيكة بالفانيليا وطلعت كتير طيبة وطلعت كتير بتجنن. رح نزلكن إياها طريقتها بالفيديو، أنا ما صورت، لقيت نص التصوير رايح بصراحة لهيك ما نزلتها، بس أنا نزلتها بعيد ميلاد حفيدي ونزلت لكم إياها بشكلها، وكانت طعمة وبيجنن وخرافي بصراحة. هذا الخليط يلي أنا بدي إياه، شايفين كيف؟ أنا عندي هون لا تقولوا طنجرة، بس هي لأنه بحبها لأنه هي ألمنيوم، والألمنيوم تبعها سميك وما بتحرق الكيك، وهي مخليتها لخبز الكيك بس فقط لا غير. أنا دهنت هون سفل الطنجرة بشوية زبدة والحواف تبعها، وحطيت لها ورق الزبدة لحتى ما تلزق معي الكيكة، وضفت الخليط لقلب القالب أو الطنجرة بالأصح. شايفين كيف الخليط القوام تبعه هيك؟ نزلت الخليط كمية الخليط كلها، وبدي هلأ امسك الطنجرة ودقها هيك دقتين 3 لحتى طلع كل الغازات اللي فيها. أنا هون خبزتها على درجة حرارة 200. تمام. وبدي غطيها هلأ وخليها لتاني يوم، طبعا مو بالتلاجة، لا خارج التلاجة، بدي خليها لتاني يوم لحتى أقدر أشتغل فيها. هلأ أنا هون طلعت الكيكة خلصتها وشلت الوش الفوقاني، تخلصت منه لأنه ما رح يساعدني بحشوة الكيك. أنا عندي هون منشار كمان مشتريته من عند مستلزمات الحلواني، بيساعدك كتير بتقطيع الكيك وبتقطيع الطبقات. أنا قطعت هون كيكتي 4 طبقات متساوية. إذا ما عندك هذا المنشار بتقدري تستعيضي عنه بسكينة منشار عادية، بس هذا كتير بريحك وما غالي، موجود عند كمان تبع بيع مستلزمات الحلواني. أنا هون شايفين كيف ما شاء الله الكيك هش والريحة عن جد عن جد كتير زاكية.
هذا هو المنشار، شايفين؟ بيساعدك وفي له عيارات كتيرة. هلأ أنا هون بدي أعمل كناج الشوكولاتة. بدي أحط عندي كاستين من الحليب العادي، مو ضروري يكون بارد، لأ، لأني أنا بدي أرفعه على النار، وبدي أضيف كاسة ونص من كريمة الشانتيه المحلاية. طبعا ما بدها سكر، وإذا جبتي أنت كريمة شانتيه بدون سكر، ضيفي عليها كاسة سكر مطحون ناعم بودرة، لازم يكون بودرة. بدي أحركهم أنا بالمضرب اليدوي، وبعدين أرفعهم على النار. بضل عم حرك فيهم لحتى احصل على مزيج عم يغلي، لحتى يغلوا. يعني أنا عندي هون نص كيلو من الشوكولا الخام الدارك بدون أي سكر، بدي أضيف عليها الخليط، ولازم يكون عم يغلي، شايفين؟ لحتى تدوب عندي الشوكولا وما تعذبني وما ما تتكتل أو ما تخرز. تمام. هلا هيك بدي أحرك الشوكولا لحتى تدوب تماما. طول بالي عليها، رح تعذبني شوي بس، وما بينفع نشتغل نضربها بالمضرب اليدوي الكهربائي، لا، لأنه رح تعذبنا كتير. شوي شوي بصبر عليها، شايفين كيف؟ لحتى دابت تماما. هي تخلصنا من كل التكتلات، شايفين كيف؟ ما شاء الله اللمعة بتجنن. أنا رح أحطها على جنب واشتغل بالكريمة. عندي للكريمة هون، أنا عندي الدنيا صيف وبدي أحصل على كريمة كتير متماسكة شوي سميكة. بدي أحط كاسة مي متلجة، ضروري تكون متلجة. شايفين قطع التلج كيف بقلب المي؟ ضفت عليهم كاستين من كريم الشانتيه، وضفت عليهم 3 معالق من الكاكاو مثل ما قلت لكم أنا، لحتى تعزز طعمة الكريمة. أنا بدي هون حركهم شوي، بعدين اشتغل عليهم على المضرب الكهربائي. بضل بخلط فيهم لحتى احصل على خليط متجانس ومتماسك. شايفين كيف؟ طبعا اختلف لونه بعد الضرب، بعد انه الخليط ما خلطناهم. شايفين؟ بدي اقلب هيك الزبدية تقلب معي ما بدون ما يتحرك الخليط. شوفوا كيف؟ هيك لازم يكون قوام الخليط. بدخله على البراد ساعة وبعدين اشتغل فيه. طلعت الكريمة من البراد من الثلاجة، وأخذت البورد حطيت عليه شوية معلقة كريمة لحتى تثبت عندي الكيكة وما تزحزح. أنا عندي هون هذا اسمه التشريبة. التشريبة بتقدري تعمليها بقطر خفيف، وضفت عليها كمان معلقة من الكاكاو لحتى تعزز عندي طعم الكيكة. بتقدري تعملي التشريبة بقطر سادة. أنا هون حطيت الكريمة بكيس الحلواني لحتى يساعدني بفرد الكريمة أسرع. أنا أول مرة هاي الطريقة أعملها بصراحة، شو مشان هيك شوي متلبكة، بس لقيتها الطريقة كتير سهلة بفرد الكريمة. شايفين؟ بتقدري تستعيضي عن كيس الحلواني بكيس تبع التفريز عادي، بتعبيه وبتبرميه وبتفتحيه فتحة صغيرة من تحت لحتى يعطيكي هذا القوام. أنا هون خلصت هيك الفرد. هلأ بدي أضيف الكناج الشوكولا فوقها. شايفين هيك بفرده مزبوط. كل طبقة بدي أعمل نفس الشي، حط لها التشريبة، حط لها الكريمة، كريمة الشانتيه، وحط لها كناج الشوكولاتة اللي عملناه. بدي أضيف الطبقة الثانية هي، ونفس الشي، يعني نفس الخطوات لحتى أخلص ال4 طبقات اللي أنا عملتها. بديش أعمل كمان شرب الشوكولا، شرب الكيك. هاي العملية تبع التشريب كتير ضرورية لحتى تعطيكي هيك هشاشة وزكاوي للكيك، يطلع معاكي رطب، يطلع معاكي طعمه زاكي وما في نشافة. تمام. أنا هون خلصت كل الطبقات، وغلفت الكيكة بطبقة كتير رقيقة لحتى ما يهرهر عندي أو ما تتفتفت عندي أطراف الكيكة. هلأ بدي أدخلها على التلاجة كمان ساعة تقريبا وطلعها. حطيت عليها الكريمة، وبالستريبر بدي نعمها أو جلس الكيكة. اسمها عملية التجليس. أنا ما كتير بدي جلسها، ما كتير بدي بيهمني إنه
يكون عندي أطراف الحواف حادة، لإني أنا بدي أحط عليها برش الشوكولا. هلأ بافرجيكم شو كيف برشت الشوكولا وحطيته عليها. هلأ من فوق شايفين بالستريبر من برّا لجوّا، من برّا لجوّا، لحتى ما يضل عندي أي فراغات للكيكة، لحتى لمّا أضيف عليها برش الشوكولا تعطيني شكل مرتّب وشكل حلو. شايفين بدوّر البورد هيك بإيدي، نضّفت البورد fine، بلّلته شوي ونضّفته. سهل عليكِ كتير تنضفيه، يعني ما هي هالعملية هي. ولإنه الدنيا شوب كتير، شايفين الكريمة كيف، منشان هيك عم لكم ضروري كل ما اشتغلنا شوي أو ما كل ما ضفت شغلة لازم ندخل الكيكة على التلاجة لحتى الكريمة تتماسك معي، ولحتى أقدر لما أضيف عليها أي شي يتماسك وما يعمل لي مشاكل. تمام تمام. هلا هون خلصت أنا تجليس الكيكة، شايفين ما ضل عندي أي فراغات. بالمبشرة تبع البطاطا الشرت، شايفين كيف برشت شوية شوكولا من نفس الشوكولا الخام اللي نحن عملنا فيها الكناج. شايفين هيك بهالطريقة، هي شايفين هذا هي البرش تبع الشوكولا. وعملت شوية روزيتات هيك مثل السيجار، شايفين حطيتهم بالفريزر بس اللي عملتهم بشكل السيجار لحتى يعطوني نشفان، يكونوا ناشفين لما أحطهم فوق زين فيهم التورتة من فوق أو الكيكة من فوق. هلأ بدي أضيف شوي شوي، مو من أول مرة رح يلزق عندك البرش الشوكولا، رح أضل دور البورد هيك ونزل عليه لحتى تلزق كل الشوكولا فيه. شايفين بهالشكل هذا أنا خلصت تغليف الكيكة من على الجوانب. هلأ بدي زينها. أخدت الكناج وضفته وحطيته بكيس الحلواني وحطيت له القمع تبع التزيين، وصرت ضيف عليه روزتات صغيرة أو وردات صغيرة. شايفين انت كيف ما بتحبي تزيني، أنا حبيت تكون كيكة شوكولا بحتة يعني. شايفين هيك زينتها بروزتات صغيرة وردات صغيرة من نفس الكناج الشوكولا. بس عن جد ما بقدر أوصف لكم كيف طلعت طعمتها بتجنن. حبيت أكسر اللون شوي وحطيت إنه قطع من المانجا. هذا التصوير بنتي عم تصور و... يعني ما عرفت تتصور، صار عم تاخد لقطة من هون لقطة من هون، بتعرفوا يعني، بس هيك واضحة تقريبا. هاي شايفين كيف الشوكولا اللي مثل السيجار حطيتها بالفريزر وطالعتها، حطيتها هيك بهالشكل هاد بين قطع المانجا. وحبيت زينها هيك بوردات صغيرة لونها بينك تعطيه شوية جمالية. وإذا ملاحظين هون في عندي كمان 3 فراشات بلاستيك حطيتهم يعطوا هيك جمالية للكيكة. وإذا هالوصفات حبيتيها فوتي على صفحتي وتابعيها، أنا مطبخ دلال، كل شي حتلاقي فيها. ولا تنسوا حبايبي تنسونا من اللايك والاشتراك، وكل عام وانتم بخير. توأم روحي حبيباتي، وشكرا لكم ولكن من تابع صفحتي. وهي كنا مع أحلى كيكة شوكولا